اليوم أودي نتكلم معكم عن قاتل متسلسل، قاتل بلا رحمة وغير مرئي تماما، والذي في هذه اللحظة بالذات بصمت تام يضخ الخوف في عروق ملايين منا بلا صوت وباستمرار. هذا القاتل ليس الكوليسترول ولا سكر الدم ولا حتى الدهون الثلاثية. هذه مادة أكثر سمية وخطورة بكثير، ومع ذلك فإن معظم الأطباء لا يكلفون أنفسهم حتى عناء فحصها، لأن شركات الأدوية لم تصنع لها دواء مباشرا بعد. هذه المادة تتصرف كأنها شبح في صمت تام، تدمر جدران شرايين قلبكم ودماغكم، تهيئ الأرضية للسكتة الدماغية والزهايمر ثم تختفي. اليوم سنحاول القبض على هذا الشبح وكشف هويته، ونعرف كيف نتخلص منه إلى الأبد بمضاد بسيط ورخيص. لذا كن هنا بكل كيانك. هذه المعلومات هي الحد الفاصل بين الصحة والكوارث. اسم هذا القاتل هو الهوموسيستين. قد يبدو اسمه معقداً، لكن قصته بسيطة. تخيل أن جسدك مثل ورشة بناء ضخمة دائماً في حالة عمل. الهوموسيستين مثل النفايات ومخلفات هذه الورشة الإنشائية، مادة ضارة وسامة تبقى بعد استقلاب البروتين، أي بعد أن يعالج الجسم البروتين. في جسم سليم هناك فريق محترف لإعادة التدوير يقوم فوراً بجمع هذه المخلفات ويحولها مرة أخرى إلى مواد أولية قابلة للاستخدام. لكن الكارثة تبدأ عندما يصبح فريق إعادة التدوير كسولاً أو لا يذهب إلى العمل على الإطلاق. في هذه الحالة تتراكم هذه النفايات السامة في مجرى الدم وتبدأ في التسبب في الضرر. الآن كيف يقتلك هذا الهوموسيستين؟ قاسية جداً. الهوموسيستين يعمل مثل حمض أو ورق صنفرة سائل على الجدار الداخلي الحساس للأوعية الدموية الذي يسمى الإندوثيليوم. في كل مرة يمر بجانب هذا الجدار يسبب خدوشاً صغيرة عليه. جدار الأوعية الدموية الذي كان سابقاً أملساً وزلقاً أصبح الآن يشبه طريقاً ترابياً مليئاً بالمطبات والحفر. والآن الكوليسترول المسكين عندما يمر من هنا يعلق في هذه الحفر ويتأكسد ويضع أول لبنة في تكوين الصفائح الخطيرة التي تسد الأوعية الدموية. في الواقع هذا الهوموسيستين هو الذي يهيئ مسرح الجريمة للكوليسترول. بالإضافة إلى ذلك يقلل الهوموسيستين دمك أكثر لزوجك ويزيد بشكل كبير من خطر تجلط الدم. لكن ضرر هذا القاتل لا يقتصر فقط على القلب، ربما يكون هدفه الرئيسي حتى هو دماغك. دماغك مليء بالأوعية الدموية الصغيرة والحساسة، والهوموسيستين يهاجم هذه الأوعية الدقيقة بنفس آليته الكاشطة. يعطل تدفق الدم وإيصال الأكسجين إلى خلايا الدماغ ويسبب التهاباً دائماً في الدماغ. ما النتيجة؟ ضبابية الدماغ، مشاكل الذاكرة، ضعف التركيز، والأخطر من ذلك أن أبحاثاً علمية موثوقة أظهرت أن ارتفاع مستوى الهوموسيستين يضاعف خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف. لذلك قد تكون هذه النسيانات البسيطة اليومية هي أولى علامات هذا القاتل الصامت في دماغك. فلماذا لا يعمل هذا الفريق المسؤول عن إعادة التدوير في أجسامنا بشكل صحيح؟ يمكن تلخيص الجواب في 3 كلمات: نقص فيتامينات مجموعة B. نعم، ببساطة هكذا يتكون هذا الفريق المحترف لإعادة التدوير من 3 عمال أساسيين: فيتامين B9 أو الفولات، فيتامين B12 وفيتامين B6. هذه الفيتامينات ال3 تعمل كالأدوات والمفاتيح لهؤلاء العمال المسؤولين عن إعادة التدوير. وبدون هذه الفيتامينات ال3 يصاب فريق إعادة التدوير بالجنون، وتتراكم كمية هائلة من نفايات الهوموسيستين السامة في دمك. لماذا نعاني من نقص هذه الفيتامينات؟ بسبب النظام الغذائي الحديث المليء بالأطعمة المصنعة والمنخفض في الفواكه والخضروات، بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى خلل في الامتصاص، وأيضاً بسبب تناول بعض الأدوية مثل أدوية المعدة، وطبعاً بسبب العوامل الوراثية. بعض الطفرات الجينية مثل الطفرة الشهيرة MTHFR تعيق استخدام الفولات وتسبب هذه المشكلة.
قبل أن نصل إلى كيفية تجهيز هذا الفريق وإعادته إلى العمل، سأكون ممتناً إذا أعجبك الفيديو وكتبت لي الرقم 20 في التعليقات، وشاركت الفيديو أيضاً مع أحبائك. وإذا لم تكن قد اشتركت في القناة حتى الآن، اشترك حتى لا تفوتك محتوياتنا القادمة. شكراً للطاقة التي تمنحونني إياها لصنع الفيديوهات القادمة. وإذا كنتم خارج إيران، بالإضافة إلى الإعجاب والاشتراك، لديكم أيضاً خيارات سوبر ثانكس وجوين لدعمنا بشكل أكبر. شكراً لدعم كل واحد منكم. لننتقل إلى متابعة القصة. الآن نصل إلى أكثر جزء مشوق في القصة. ما هو الترياق؟ كيف يمكننا إسكات هذا القاتل؟ يجب أن نعيد أولئك العمال الثلاثة الأساسيين الذين ذكرتهم إلى أجسامنا. العامل الأول هو فيتامين B9 أو الفولات. هذا الفيتامين موجود في الخضروات الورقية الخضراء الداكنة مثل السبانخ والكرنب الأجعد، وكذلك يتوفر بكثرة في البقوليات مثل العدس. حاول أن تتناول سلطة خضراء كبيرة كل يوم. العامل الثاني هو فيتامين B6. مصادره الجيدة هي الدجاج، السمك، الموز والبطاطس. أما أهم عامل فهو فيتامين B12. هذا الفيتامين يوجد تقريباً فقط في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء، الكبد، البيض ومنتجات الألبان. لهذا السبب النباتيون والفيغان معرضون بشكل كبير لارتفاع الهوموسيستين، ويجب عليهم بالتأكيد تناول مكملات B12. إذن الخطوة الأولى هي أن تركزوا على هذه الأطعمة في نظامكم الغذائي اليومي. لكن أحياناً الطعام وحده لا يكفي، خاصة إذا كان مستوى الهوموسيستين لديك مرتفعاً من قبل أو لديك مشكلة في الامتصاص. في هذه الحالات يجب أن تستخدم المكملات بذكاء. نحن بحاجة إلى مكمل عالي الجودة من مجموعة فيتامينات B، لكن هناك نقطة أساسية هنا. ابحثوا عن الأشكال النشطة من هذه الفيتامينات. أنا لا أوصي باسم علامة تجارية معينة، لكن تذكروا أن تبحثوا عن ميثيل فولات بدلاً من حمض الفوليك الصناعي، وبدلاً من سيانوكوبالامين أو فيتامين B12 الصناعي ابحثوا عن ميثيل كوبالامين. هذه الأشكال جاهزة للاستخدام ولا يحتاج الجسم لتحويلها، لذلك امتصاصها أعلى بكثير. هناك مادة مذهلة أخرى تسمى TNG أو البيتاين، والتي توجد في البنجر. يوفر TNG طريقاً قصيراً لإعادة تدوير الهوموسيستين، ويمكنه خفض مستوياته بسرعة. وفي نهاية المطاف هذه المعرفة تعطيك قوة لا تصدق. لم يعد عليك الانتظار حتى تصاب بسكتة دماغية أو مرض الزهايمر. بإمكانك غداً أن تذهب إلى طبيبك وتطلب منه أن يكتب لك فحص دم بسيط يسمى مستوى الهوموسيستين أو هوموسيستين ليفل. هذا الفحص رخيص ويمكن إجراؤه في أي مكان. يجب أن يكون مستوى هذا الهرمون أقل من 8، وإذا كان أعلى فأنت الآن تعرف بالضبط ماذا يجب أن تفعل. أنت لم تعد ضحية جاهلة بعد الآن، أنت مدير الكيمياء الحيوية في جسدك. بإمكانك أن تكتشف هذا القاتل الصامت قبل أن يرتكب حتى أولى حيله، وأن تخرجه من مجرى دمك إلى الأبد. هذه القوة هي أعظم هدية يمكنك أن تقدمها لصحة مستقبلك. شكراً لأنكم رافقتم قناة دكتور بيس حتى بيان الفيديو. أجر أحببتم الفيديو قوموا بعمل إعجاب واكتبوا رقم 20 في التعليقات لنا، وشاركوها أيضاً مع أحبائكم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة. قدروا صحتكم واعتنوا بأنفسكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم. في أمان الله.